السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ظهر الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد لأول مرة بقميص الميرينغي مساء الأربعاء خلال مواجهته أتلانتا الإيطالي بنهائي كأس السوبر الأوروبي بأفضل صورة ممكنة. وسجل مبابي هدفا ليقود ريال مدريد للانتصار بنتيجة 2-0 والفوز باللقب للميرينغي في تاريخ مشاركته في البطولة للمرة السادسة، ليصبح النادي الأكثر تتويجا بكأس السوبر الأوروبي على مر التاريخ. منذ صغره كان مبابي معجبا بكريستيانو رونالدو أسطورة الميرينغي، وقد أعرب عن ذلك في عدة مناسبات. عندما كان طفلا كان يعلق صورا لرونالدو على جدران غرفته، وكان يتابع مباراته وأهدافه بشغف. رونالدو كان مثلا أعلى لمبابي، ليس فقط بسبب مهارته الكروية ولكن أيضا بفضل شخصيته وطموحه. مع مرور الوقت بدأ مبابي في تقليد أسلوب لاعب رونالدو، خاصة في السرعة والمراوغات والقدرة على تسجيل الأهداف من مختلف الزوايا. الفرنسي عمل بجد لتطوير نفسه، وإعجابه برونالدو انعكس على أداء مبابي داخل الملعب، حيث أصبح واحدا من أفضل اللاعبين في العالم. حتى بعد أن أصبح مبابي نجما عالميا، استمر في إظهار إعجابه برونالدو، وتحدث مبابي في عدة مناسبات عن مدى تأثير رونالدو على مسيرته وكيف كان دافعا له لتحقيق النجاح. في إحدى المقابلات قال مبابي: كريستيانو رونالدو هو مثلي الأعلى، إنه الشخص الذي جعلني أحب كرة القدم. قصة مبابي مع ريال مدريد تبدو مشابهة بعض الشيء لقصة رونالدو التي بدأت سنة 2009. رونالدو انضم لريال مدريد في صيف 2009 بعقد يمتد إلى 6 سنوات مقابل 80 مليون جنيه أستراليني. وكان يحاول ريال مدريد قبل ذلك الموعد ضم رونالدو، لكن إدارة مانشستر يونايتد رفضت، وأيضا المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون وقف ضد الصفقة بسبب تصريحات رامون كالديرون رئيس الميرينغي وقتها بأن انضمام رونالدو للريال مسألة وقت، حيث تم اعتبار ذلك إهانة له ولمانشستر يونايتد. أيضا مع مبابي حاول ريال مدريد لسنوات طويلة ضمه، لكن إدارة باريس سان جيرمان كانت ترفض ذلك، حتى انتهت القصة بانضمامه مجانا هذا الصيف. وبالنظر للمفارقات بين الثنائي، فكانت البداية من حفل التقديم، حيث امتلأ الملعب أثناء تقديم كل منهما على آخره، وظهر رونالدو ومبابي وهما يقبلان شعار ريال مدريد أثناء حفل التقديم. وكرر مبابي جملة رونالدو الشهيرة خلال حفل تقديمه: 1 2 3 هلا مدريد. رونالدو حين انضم لريال مدريد ارتدى القميص رقم 9، وذلك لأن الأسطورة راؤول كان يحظى بالقميص رقم 7، والذي كان يفضله رونالدو ويرتديه في مانشستر يونايتد. أيضا مبابي ظهر بالقميص رقم 9 رغم أنه اعتاد على القميص رقم 7 في صفوف باريس سان جيرمان، وذلك لأن هذا الرقم يلعب به البرازيلي فينيسيوس جونيور. مبابي شارك أيضا أساسيا في أول مباراة له مع ريال مدريد ضد أتلانتا بكأس السوبر الأوروبي، وسجل الهدف الثاني وتوج باللقب. وبحسب شركة أوبتا للإحصاءات، فإن مبابي سجل في مباراته الأولى مع ريال مدريد في مختلف المسابقات مثل ما فعل بيلينغهام في أغسطس عام 2023. وأضافت الشبكة أن المهاجم الفرنسي بات أول لاعب يسجل في مباراته الأولى مع الملكي في بطولة السوبر الأوروبي منذ الإسباني ماركو أسينسو في سنة 2016، بينما لعب كريستيانو رونالدو أول مباراة له مع ريال مدريد يوم 21 يوليو 2009 أمام شامروك روفرز الإيرلندي، والذي فاز فيها ب1-0 في إطار استعدادات النادي للموسم الجديد. وافتتح رونالدو أول أهدافه مع الريال بعد أسبوع واحد من ركلة الجزاء في مباراة ودية انتهت بالفوز 4-2 أمام الليغا ديبورتيفا. وفي 21 أغسطس كانت أول مباراة رسمية لكريستيانو رونالدو، وشهدت تسجيله هدفا من ركلة جزاء ليساهم في الانتصار ضد ديبورتيفو لا كورونيا ب2-3.